بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالس الفقه. أسأل الله أن يفتح علينا جميعا وأن يعلمنا من علوم الكتاب والسنة. فهذا الفقه الذي ندرسه هو ثمرة علوم الكتاب وثمرة علوم السنة، وربنا جل جلاله أنزل كتابه وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم السنة لأجل أن يتفقه الناس في الدين، ولأجل أن يعرفوا أحكام الله تعالى في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والزواجر وغيرها من أحكام هذا الدين العظيم، وعلى رأسها أحكام العقيدة الإسلامية. وقد بلغنا حينما قال المصنف: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. وجلود الميتة تطهر بالدباغ. والإنسان إذا ذبح شاته فهذه الوفاة تجعلها طاهرة، أما وفاتها من غير ذكاء فتجعلها نجسة. فلو فرضنا أن الإنسان لديه شاة وماتت هذه الشاة فهي نجسة، لكنه يحق له أن ينتفع بجلدها بعد أن يسلخ الجلد ويدبغه. لا يحق له أن يبيع الجلد قبل الدبغ ولا أن يهديه، إنما يحق له أن يأخذ الجلد ويدبغه، فإذا دبغ الجلد صار الجلد طاهرا، فحق له أن يستعمله في الميعات وفي الجامدات، وحق له أن يبيعه أو يهبه. أما قبل الدبغ فلا يحل له ما ذكر. فقال المصنف: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. ونستفيد من هذا النص أن جلود المذكاة جلود طاهرة. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب الجلد قبل دبغه، ودبغه أي إزالة فضوله ورطوبته التي يفسدها بقاؤه ويعفنه، بحيث لو نقع في الماء بعد ذلك لم يعد إليه النتن، يعني بعد الدبغ. ومن الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها مع الفقه كتاب بلوغ المرام، ثم أصل بلوغ المرام اللي هو المحرر في الحديث لابن عبد الهادي. والحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام أورد هذا الحديث حديث ابن عباس، علما أن كتاب الحافظ ابن حجر مختصر، وهو الذي قال في المقدمة: هذا مختصر نافع حررته ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا. فالمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. لكن الحافظ ابن حجر حينما روى هذا الحديث قال، وهو برقم 18 كما في طبعتنا، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. هكذا صنع الحافظ ابن حجر، مع أن كتابه مختصر معتصر، لكنه ذكر هذا للفائدة. وساق الحافظ ابن حجر الرواية الثانية ليبين أن الألف واللام في قوله إذا دبغ الإهاب، الألف واللام لاستغراق الجنس في الرواية الأولى، وأن الحديث يفيد العموم ليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. وهل نحن بحاجة إلى هذا؟ نعم، نحن بحاجة إلى هذا. فأنت تجد بعض الأحزمة وبعض الأحذية
صنعت من غير ما يؤكل لحمه وقد مر عليها الدبغ. ففي رواية الأربع أيما إهاب دبغ يشرح لك قول النبي إذا دبغ الإهاب. الألف واللام ليست للعهد أي لمأكول اللحم، إنما هي لاستغراق الجنس. وما دمنا قد تحدثنا عن كتاب الإمام ابن حجر وهو بلوغ المرام، وذكر حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم، وذكر حديث الأربعة كما اجتهد في ذلك الحافظ ابن حجر وإن كان على كلامه تعقيب. ثم ساق بعده حديث سلمة بن المحبق، قال وعن سلمة بن المحبق، طبعا معنى المحبق أي المضرد، بمعنى أنه يضرد أعداءه. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. قال صححه ابن حبان. ثم قال وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. إذن الحافظ بن حجر ذكر 3 أحاديث في هذا الكتاب، لأن الصحيح والراجح عند الفقهاء أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، فأتى بذلك ليدلل على المسألة. إذن قال المصنف صاحب المتن قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. لماذا جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ؟ لأن كلا منهما نجس حال الحياة، فلا يطهر جزءه بعد الممات من باب أولى، لأنه في حياته نجس، ففي مماته تزداد نجاسته ولا تقل. فما دام أن الكل نجس فالجزء نجس أيضا ولا يطهر. قال وما تولد منهما أو من أحدهما، أي ما تولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما. إذا كان الكلب أنزى على حيوان آخر فخرج منه مخلوق فهذا أيضا نجس. وما تولد منهما أو من أحدهما. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. طبعا ما تولد منهما من أحدهما يؤخذ حرمته ونجاسته من النصوص لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والميتة كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية، فيدخل فيه ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كالحمار، وما يؤكل لحمه إذا لم تتوفر شروط ذبحه، وذلك نحو ذبيحة الكافر وذبيحة المرتد وإن لم يكن فيه ضرر. وعليه فتحريم الميتة دليل نجاستها، لأن تحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته، ونجاستها تستتبع نجاسة أجزائها. قال هنا وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، فالآدمي لا تتنجس ميتته وكذلك أجزاؤه، لأن الله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم، وقد قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. والتكريم يتنافى مع القول بنجاسته بعد موته. وحرم تناول لحمه لحرمته أي لكرامته، فربنا جل جلاله قد كرم بني آدم. فقال هنا وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة نجس وشعرها نجس، وهذا مذهب الشافعية. وخالف جماعة من الفقهاء فرأوا أن عظم الميتة وشعر الميتة ليس بنجس. ثم قال فصل ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. يعني قد يقول قائل ما الذي أتى بذكر الأواني ها هنا، وما الذي أتى بذكر جلود الميتة ها هنا،
ونحن في كتاب الطهارة، ونحن نعلم بأن الماء شيء رقيق سيال لا بد له من وعاء، ومن الأوعية التي كانت تستعمل حين ذاك الجلود ثم الأواني. فما دام أنه في باب المياه، لما تحدث عن المياه تحدث على ما يوضع فيه الإناء، فقال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. لماذا؟ لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. طبعا هذا الخبر يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. وحذيفة حينما أورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاءه دهقان فقدم له الماء بكأس من فضة فزجره، ثم ذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبان لنا حفظ حذيفة وقوته في دين الله تعالى وتطبيقه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للحق، وهو كان أميرا في المدائن التي كانت تسمى طيشفون. وهذا الخبر لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أيضا أورده الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في الباب الذي نحو هذا الفصل الذي لدينا نحن الآن. وحينما أورده كان يمكن أن يكتفي بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أورد حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقد أورد حديث أم سلمة لماذا؟ لأنه يدل على أن هذا الصنيع كبيرة من كبائر الإثم، فالتهديد الشديد هنا إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إشارة إلى أن الشرب في آنية الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب. والديباج معروف ونوع نفيس من ثياب الحرير، والآنية جمع إناء، وصحافها جمع صحفة وهي القصعة. قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ليس معناه أنها حلال لهم في الدنيا، إنما هذا واقع الحال أن الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام ولا نازع، يعني لا صارف لهم عن ذلك. ويقاس على الأكل والشرب غير ذلك من وجوه الاستعمال. واستعمال أواني الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز لنا أن نستعمل أواني الذهب ولا الفضة ولا نأكل في صحافها. قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني أي غير الذهب والفضة من الأواني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، معناه أنه مهما بلغ تنعم المسلمين في الدنيا فلا يصل بهم النعيم لأن يستعملوا أواني الذهب والفضة. إذن يجوز استعمال غيرهما من الأواني، أي يجوز استعمال غيرهما من الأواني الطاهرة. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة حتى يرد دليل التحريم. وربنا يقول وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الدليل بالتحريم. قال فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. طبعا السواك هو ما يستاك به الإنسان ويخلل به أسنانه، وأفضله عود الأراك، ويدخل في ذلك فرشة الأسنان مع المعجون، يدخل في ذلك عود الخلال الذي يخلخل فيه الإنسان أسنانه، يدخل في ذلك الغرغرة حينما يستعملها الإنسان استعمالا صحيحا، يدخل في ذلك تطييب الفم حينما يطيب الإنسان فمه بالمضمضة
فهذه السنة من السنن الصحيحة العزيزة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في السواك أحاديث كثيرة، وأنت تحزن حينما ترى كثيرا من الناس قد غفلوا عن السواك. قال: والسواك مستحب في كل حال. طبعا لما علقه البخاري في صحيحه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقد أسنده النسائي في كتابه وغيرهم. فهنا السواك مستحب في كل حال، أي في جميع الأحوال مطلقا. قال: إلا بعد الزوال للصائم. طبعا هذا اجتهاد من الشافعية، وأخذوا بحديث، يعني استنبطوا هذا الاستنباط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف تغير رائحة الفم. قالوا: ولا يحصل غالبا للصائم إلا بعد الزوال، واستعمال السواك يذهبه. قالوا: ولذلك كره. طبعا الراجح عدم الكراهية، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك في كل أحيانه. فقال هنا: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في 3 مواضع أشد استحبابا. إذن هو مستحب عموما، ويستحب في أحيان قليلة أكثر. متى؟ عند تغير الفم من أزم وغيره، أي حينما يتغير الفم من سكوت طويل، فالأزم السكوت الطويل أو ترك الأكل والشرب، وغيره حينما تكون في الفم رائحة كريهة، فعند تغير الفم من سكوت أو غيره أو ترك الطعام. وعند القيام من النوم، أيضا عند القيام من النوم يستحب، لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص أي يدلك. وروى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك قبل الوضوء، ويستاك عند الصلاة، ويستاك عند الخروج إلى المسجد، ويستاك عند دخوله البيت، وعند القيام إلى الصلاة. قال هنا صاحب المثل: وعند القيام إلى الصلاة، أي وكذلك عند القيام إلى الصلاة، وكذلك عند القيام إلى الوضوء، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طبعا يصح عند الوضوء، قبل الوضوء، بعد الوضوء، كل ذلك يصلح. وهنا قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح أمره بالسواك. إذن هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، ويأتينا بإذن الله تعالى في الدرس اللاحق الكلام عن الوضوء وفرائض الوضوء. إذن تم هذا المجلس الفقهي، وفيه فوائد عديدة. طبعا من ضمن الفوائد فيما يتعلق بدباغ جلود الميتة نستفيد فائدة أن الشارع الإسلامي قد جاء بحفظ الأموال، فهذه الشاة التي يلقيها الناس ولا يحتاجون إليها يستحب للمرء أن يحافظ على هذا لأجل أن يحافظ على المال. ولذلك هذه تصلح أن تكون رسالة أو بحيث أو كتاب فيما يتعلق بحفظ الأموال، فهذا ما جاءت به الشريعة حفظا للأموال. الآن الناس أصبحوا يسرفون في المال، تجد لديه هاتف ثم يشتري هاتف ثم يشتري هاتف، وهكذا يشتري جهاز ويشتري جهاز،
لكن لو نظر الإنسان إلى مقصد الشريعة فقد جاءت الشريعة بحفظ الأموال. نعم النفقة في سبيل الله لا يعدلها شيء، لكن لا بد للإنسان من أن يحفظ ماله ويحافظ على المال، ومعلوم أنه لا يصلح الفعال إلا المال، ومعلوم أنه نعم المال الصالح للعبد الصالح. إذن هكذا أيها الإخوة لا بد لنا من الفقه في الدين، ولا بد لنا من إتقان الفقه ومعرفته، وأن الإنسان يفقه نفسه ويفقه أسرته، ويسعى المرء لأن يكون راسخا في الفقه. وبعد هذا الشيء ذكر المصنف قال: وفروض الوضوء 6 أشياء. طبعا الفروض هي الأشياء التي لا بد من الإتيان بها. الفروض هي الأشياء التي لا بد للإنسان من الإتيان بها. ويعبر عن الفرض أحيانا بالواجب، يعبر عن الفرض بالواجب. ففروض الوضوء لا بد الإنسان يتعلمها. والشيء الذي يمر على الإنسان دائما لا بد أن يعرفه، لا بد أن يعرفه، ولا بد أن يتفقه فيه، ولا بد أن يتقنه. وكثير من الناس للأسف الشديد لا يبالي في الجهل بهذه الأمور التي تمر عليه دائما. فإذا الوضوء والصلاة مما يتكرران على الإنسان، فلا بد من إتقانهما. ونحن بإذن الله تعالى سنشرح ما يتعلق بالوضوء شرحا بأناء حتى يحتسب الإنسان أجره في تعلم هذه الأشياء، ولأجل أن لا يخطئ فيها. ولذلك الوضوء مأخوذ من الوضاء، وهي النظافة والحسن. وكلما تعلم الإنسان وأتقن هذا الأمر كلما ازداد أجرا وثوابا عند الله تعالى. إذن فصل في فروض الوضوء، وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل، وهو المراد هنا الوضوء، وبفتح الواو لم يقال الوضوء اسم لما يتوضأ به، ويشمل الأول على فروض وسنن. إذن الوضوء يشمل على فروض ويشمل على سنن، وهنا المصنف سوف يأتينا بالفروض وسوف يأتينا بالسنن. وقال هنا: وفروض الوضوء 6 أشياء. النية عند غسل الوجه. النية، والنية معروفة، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن تراخى عنه سمي عزما. يعني لو فرضنا الإنسان الآن جالس ونوى بعد ساعة يتوضأ، هذا يسمى عزم. لكن لما بدأ شرع بالفعل ثم نوى في قلبه، هذا يسمى هذا النية. فإن تراخى سمي عزما. وتكون النية أين تكون عند غسل الوجه، أي أول جزء من الوجه، مقترنة بذلك الجزء، لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده. فينوي المتوضأ عند غسل الوجه ما ذكر، ينوي به رفع حدث من أحداثه، أو ينوي استباحة مفتقر، أو ينوي الوضوء، أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي في قلبه الطهارة عن الحدث. كل ذلك يصح وينويه الإنسان في قلبه عند غسل الوجه. طبعا الوجه حده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، يجتمع مقدمهما في الدقن ومؤخرهما في الأذن. أما حده عرضا فهو ما بين الأذنين، ما بين الأذنين. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. أما لحية الرجل الكثيفة فإن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها، بخلاف الخفيفة. والخفيفة هي ما يرى أو ما يرى المخاطب
بشرتها، فيجب إيصال الماء للبشرة، ولا بد من غسل الوجه، من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن، يعني حتى الإنسان يتم هذه الأشياء لا بد من أن يأتي بها كاملة، يصيب بداية غيرها شيء منها. إذن هذا النية في الوضوء وغسل الوجه، فهي أشياء لا بد للإنسان أن يتعرف عليها، ولا بد للمرء أن يتقنها. والوضوء يعني مشروعيته وبيانه في السنة النبوية، وقد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 نفرا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومعلوم بأن المرافق جمع مرفق، وهو مجتمع الساعد مع العضد، والكعبان مثنى كعب، وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق مع القدم، وإلى الموضعين بمعنى مع، في هذين الموضعين بمعنى مع، فيدخل المرفقان والكعبان في وجوب الغسل. ودل على ذلك ما صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقوله أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما. وقوله برؤوسكم أي بجزء منها، طبعا هذا هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي. واستدل الإمام الشافعي بأن الباء هنا للتبعيض، وله في اللغة العربية ما يشفع لذلك، منها قول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج صفر لهن نئيج، يتحدث عن القطع. شربنا بماء البحر أي شربنا من ماء البحر. فعند الشافعي أن هنا الباء جاءت التبعيض. وشفعوا هذا المعنى بما جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، والناصية مقدم الرأس وفي جزء منهم. ودل على فرضية النية في أول العمل ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي لا يعتد بأي عمل شرعا إلا بالنية. فقال هنا: وفروض الوضوء 6 أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين. ولا بد أن ننبه بعض الناس حينما يبتدئ بغسل يديه، غسل اليدين قبل الوضوء من باب السنة، ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه، يأتي ليغسل يديه لا بد أن يغسلها من المرفقين إلى بداية الأصابع، ومن بداية الأصابع إلى المرفقين. فلو فرضنا أن الإنسان قد اكتفى باليدين بالغسلة الأولى غسلة السنة، هل يصح له أن يغسل من المرفق إلى قبيل اليد؟ الجواب لا بد من أن يغسل اليد غسلا حتى يكون هذا غسل الفرض، والذي كان غسل اليدين أولا إنما هو غسل السنة. وإذا هكذا قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تعالى: وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس. قلنا من مسح بعض الرأس مذهب الشافعي، واستدل بالآية بأن الباء هنا باء التبعيض، وإن كان بعض أهل العربية ينكر أن تأتي الباء للتبعيض. قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين. طبعا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الغسل إلى الكعبين، وثبت تهديد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ويل للأعقاب من النار. والترتيب على ما ذكرناه دل على فرضية الترتيب كما ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم
الثابت بالأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي هريرة السابق. وقد قال الإمام النووي علينا وعليه الرحمة في المجموع: واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة. لم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة فعله صلى الله عليه وسلم، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان الوضوء المأمور به في الآية، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحيان لبيان الجواز، كما ترك التكرار في بعض الأوقات. ولكن القاعدة لدينا أن العرب تضم النظير إلى نظيره والمثل إلى مثله. لأجل ماذا؟ يعني هكذا عادة العرب. فلما هنا جمع بين ممسوحات ومغسولات فدل على أن هذا الجمع إنما كان لسبب. والسبب ما هو السبب في ذلك؟ السبب لأجل وجوب الترتيب. إذن هذه فيما يتعلق بفروض الوضوء. ونأخذ بإذن الله تعالى في الدرس اللاحق ما يتعلق بسنن الوضوء، ولعلنا نفصل فيها أكثر. ولما ذكرنا النية أن الإنسان ينوي الإنسان في عمله الوضوء، نية الوضوء، ينوي في قلبه النية. والخبر إنما الأعمال بالنيات يدل على النية. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إذا مما يدل على وجوب النية. وثمة مسألة أنبه عليها في هذه الباب، أن هذه نية العمل، لكن ثمة شيء نية المعمول. فحينما يتوضأ الإنسان يغسل وجهه ويغسل يديه، يمسح رأسه، يمسح أذنيه، يغسل رجليه، نتمنى من المتوضأ حينما يتوضأ يستشعر أنه في عبادة، ويستشعر أنه في طاعة، ويستشعر نية المعمول بأنه يعمل لله تعالى، وأنه يصبر لله تعالى. وقد قال ربنا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فنحن بنا حاجة ماسة أيها الإخوة في كل عمل أن ننوي نية العمل عند البدء به حتى يصبح العمل عبادة، وأن ننوي نية المعمول حتى يعظم عند الإنسان أجر هذا العمل. وقد قلنا مرارا أن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالإنسان يراقب ربه ويراقب نفسه ويراقب هواه، وهذه الأشياء حينما يأتي بها الإنسان مستجيبا لأمر الله تعالى، صابرا لوجه الله تعالى، حريصا على أن يأتي بها بالوجه الأكمل، مستشعرا الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرء يزداد أجره ويزداد ثوابه ويحسن عمله ويترقى، ويحصل بذلك مقصود هذه العبادات التي أمرنا الله بها، وأمرنا الله تعالى بتكرارها في اليوم والليلة. فإن في العبادات مقاصد، ومن تلكم المقاصد أن الإنسان يحبس نفسه وجوارحه على طاعة الله، ويستشعر الإنسان مراقبة الله تعالى، ويستشعر الإنسان أنه يؤدي حق الله تعالى. فإذا فعل المرء ذلك فتحت له أبواب الخير وغلقت عنه أبواب الشر، وازداد قربا من ربه إلى مولاه. وهذا هو مقصود العبادات. وهكذا كان السلف الصالح إذا جاءوا بعبادة من العبادات كانوا بالأشواق إلى أختها. ونحن بأمس الحاجة أن نؤدي العبادات كما أراد الله تعالى، ونؤدي العبادات من أجل أن
نغمر بطاعة الله تعالى حتى لا نجامل على دين الله وعلى أمر الله، وأن نصبر على أنفسنا وعلى شهواتنا. أسأل الله العظيم أن يرحمنا وأمة محمد.